الشُبهة التالتة اللي الناس بتتكلّم فيها أو بتخطُر على بالك أو بتخطُر على بال أي واحد بيبحث عن الحق. طيب، هذا الكون له خالق، وعرفنا إن له خالق، وأن الخالق لا يحتاج إلى خالق، وعرفنا ليه في الدنيا دي فيها خير وفيها شر عشان الابتلاء والامتحان. طيب، ليه في كذا دين وأنهي الصح؟ أنت بتقول لي أعبد ربنا، أنهي ربنا؟ أنهي الله؟ أنهي إله؟ إله اليهود والّا المسيحيين والّا المسلمين والّا السُنّة والّا الشيعة أنهي إله؟ والّا الكاثوليك والّا البروتستانت والّا التوراتيين والّا الدروز والّا ما هو كل واحد ليه دين، والأديان دي مختلفة وكل واحد فاكر إن هو الصح. طب أنا أعرف أنهي دين منين؟ الله سبحانه وتعالى واحد، لا يوجد أحد ادعى الألوهية وادعى الخلق، ادعى إن هو اللي خلق هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. ما فيش إلا إله واحد فقط. هذا الإله أرسل رسل وأرسل أنبياء وأرسل كتب. المشكلة أن هذه المناهج تحرفت وتغيرت وتبدلت مع الزمن، من لغة للغة، من ترجمة لترجمة، من مجمع لغوي ولا مجمع كنسي لمجمع كنسي تاني، غيرت. حتى أرسل الله سبحانه خاتم الرسل، آخر نبي، آخر أنبياء، آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمن بكل ما سبقوه من أنبياء ويحدد الحق، ويحدد قصة كل نبي من الأنبياء ديت إيه الصح اللي فيها، وإيه اللي اتقال صح، وإيه اللي اتحرف، وإيه اللي اتغير، ويرد على كل ما سبقوه من الأنبياء. أي تغيير حصل في قصتهم أو أي تشويه أو تحريف حصل في الكتب السابقة يرد ويوضح. تصديق الذي بين يديه ما كان وتفصيل كل شيء، كل حاجة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار ما كان حديثا يفترى ولكن تفصيل كل شيء، تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. القرآن الكتاب الذي لم يحرف ولن يحرف، وده في حد ذاته معجزة من الله سبحانه وتعالى، إن هو تحدى العالم أن هذا القرآن لن يتغير فيه حرف واحد. هذا القرآن محفوظ بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا القرآن سيظل محفوظا إلى يوم الدين. إعجاز. وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، في مئات وآلاف الأنبياء جم قبليه، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حد جه ادعى النبوة صدقه الناس. مفيش دين، مفيش ناس ادعت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ده في حد ذاته إعجاز وتصديق. تصدق أن هذا النبي لما جه وقال أنا خاتم الأنبياء، وهذا الكتاب خاتم الكتب، وهذا المنهج هو المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لكل البشر. خلاص، ومفيش حد هيجي بعدي، ومفيش كتاب هيجي بعد كده، ومفيش تحريف هيحصل في هذا القرآن. تصديق. ولما بتؤمن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنت بتؤمن بعيسى وبموسى وبإبراهيم وبآدم وبكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم. احنا بنعظم كل الأنبياء وبنتعلم من كل الأنبياء وبنقدس كل الأنبياء، لأن احنا عارفين ومؤمنين أن الله سبحانه وتعالى هو إله واحد، وإن الدين هو دين واحد، وإن آدم كان مسلم وإبراهيم كان مسلم وموسى كان مسلم وعيسى كان مسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم صلى الله عليهم جميعا، كلهم مسلمين، كلهم مؤمنين، كلهم عبدوا الله لم يشركوا بشيء. إنما التشويه اللي حصل والتحريف اللي حصل هو من فعل البشر. بعد كده الناس غيرت، فربنا وضع هذا القرآن ورد كل حاجة إلى حقيقتها. الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا ليه شريك ولا ليه ولد ولا ليه صاحبة، ولا فضل الناس على ناس، ولا خلى فئة من البشر تبقى هي شعب الله المختار، ولا خلى في ناس تبقى وسيط بينه وبين البشر، قساوسة أو أئمة أو أولياء أو أيا كان اسمه. ربنا سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل كلهم بنفس الرسالة: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالدين هو دين واحد بس. أي شيء غير كده هو تحريف من البشر. أي شيء هو كده هو تحريف من البشر. القرآن الكتاب كلام الله، حرفيا كلام الله موجود بين إيدينا النهاردة، وربنا لم وعد أنه لن يحرف ولن يحرف. فترجع للقرآن
وإيه وتتدبر القرآن، وسبحان الله وإيه يعني أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحق موجود في القرآن، والبرهان والدليل موجود في القرآن، والإثبات اللي يخليك تبني الإيمان في عقلك وقلبك فاهم موجود في القرآن.